السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني اعدادي، عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بأمر الله هنشرح مع بعض درس التحليل بالتقسيم. اتفقنا ان الوحدة الاولى بتتكلم على موضوع واحد اللي هو التحليل، وكل درس بتلاقي نوع مختلف من انواع التحليل. النهارده النوع بتاع النهارده اسمه التحليل بالتقسيم، والتحليل بالتقسيم هتلاقي فيه حاجة مميزة جدا هتعرفه عن بقية المقادير. المقدار في التحليل بالتقسيم في حاجة كده مميزة، أول ما هتشوفها هتعرف إن ده التحليل بالتقسيم. إيه هي بقى الحاجة ديت؟ الحاجة ديت أول ما هتبص للمقدار اللي أنت هتحلله هتلاقي فيه 4 حدود، لازم أن يكون فيه 4 حدود. لما نيجي نستخدم التقسيم فيه، وليه سميناه التحليل بالتقسيم؟ لأن بيبقى 4 حدود بنقسم كل 2 مع بعض. يعني كل 2 مع بعض نقسمهم وبعد كده نبدأ ناخد عامل مشترك ونكمل بقية المسألة. فتعال نشوف كده ايه هو التحليل بالتقسيم. اول حاجه زي ما قلت لك من دلوقتي ان التحليل بالتقسيم مقدار ذو 4 حدود. تعال نعد مع بعض كده المقدار ده. هتبص تلاقي هنا ادي 1 2 3 4. سميناه التحليل بالتقسيم لان الاربعه دولت هتاخد كل 2 مع بعض. طيب هاخد اي 2 كده وخلاص؟ لا، كل 2 متشابهين او فيهم حاجه متشابهه او فيهم عامل مشترك هناخدهم مع بعض. تاني، احنا الاربعه هنقسمهم 2 و2. الاتنين دولت لازم يكون فيهم حاجه مشترك، والاتنين دولت يكون فيهم حاجه مشترك. طب شرط يكون الاتنين جنب بعض؟ لا، ممكن يبقى الاول والاخير فيهم حاجه مشترك، الاتنين اللي في النص فيهم حاجه مشترك، التاني والرابع حاجه مشترك، وهكذا حسب المثال اللي قدامك. تعال نبص كده. المثال الاولاني عد كده ادي 1 2 3 4. الاتنين اللي فيهم حاجه مشتركه الاول والتاني، يعني انا هفتح قوس كده واخد الاتنين الاولانيين مع بعض. يعني هقول الف س زائد الف ص، دول مع بعض، وباء س زائد باء ص مع بعض. طيب ايه العامل المشترك في كل واحد فيهم؟ لو بصينا هنا هنلاقي العامل المشترك الف، وهنا العامل المشترك باء. يبقى تعالى ناخد عامل مشترك الف. هيفضل ايه بعد ما تاخد عامل مشترك الف؟ هيفضل هنا، هناخد من هنا الالف يفضل س، وهناخد من هنا الالف يفضل ص. بقت س زائد ايه؟ ص، زائد العامل المشترك هنا باء، وهنفتح قوس، هنقول هنا فاضل س وهنا فاضل ص. يا مستر يعني ايه عامل مشترك؟ عامل مشترك يعني بتقسم على الالف هنا ما فاضلش الف، فاضل س، تقسم على الالف فاضل ص، تقسم على الباء فاضل س، تقسم على الباء فاضل ص. يبقى اللي انا خدته عامل مشترك هنا الف وهنا باء. العوامل المشتركه هاخدها لوحدها في قوس لوحدها، الف زائد باء مع بعض كده، والاتنين دولت هناخد منهم واحد بس. يبقى انا وصلت لابسط صوره اللي قدامك، الف زائد باء في س زائد ص. تمام خالص. طب ايه الخطوات اللي همشي عليها في التحليل بالتقسيم؟ اول خطوه بتقسم المقدار لحدين مع بعض وحدين مع بعض، يبقى اول حاجه التقسيم. طيب تاني حاجه بعد التقسيم ده هناخد عامل مشترك هنا وعامل مشترك هنا، يبقى الخطوه الثانيه اسمها عامل مشترك. خدت عامل مشترك البلون الاحمر ده وعامل مشترك باللون الاحمر ده. الخطوه الثالثه هجمع العامل المشترك مع بعضه، والمقدار اللي متكرر مرتين هناخد منه واحد بس. طيب تعال نشوف مثال تاني عشان نثبت المعلومه. لما اقول لك هنا 5 باء زائد س الف زائد 5 الف زائد س باء، انا ايه بقى دلوقتي المقدارين اللي فيهم حاجه متكرره مع بعض؟ لو بصيت كده هلاقي 5 باء مع س باء مع بعض، وس الف مع 5 الف مع بعض. يعني لما نيجي نعمل قوسين كده، هنعمل قوسين كده اهوت ونقول هنا 5 باء وس باء، الباء مكرره، وهنا س الف و5 الف مع بعض. ايه اللي متكرر في اول حاجه؟ احنا كده قسمنا تقسيم، احنا كنا بنقول تقسيم عامل مشترك وبعد كده تجميع، هنجمع كل حاجه مع بعضها. هناخد العامل المشترك هنا اللي هو مكرر اللي هو الباء، وهناخد العامل المشترك اللي هنا، خد بالك هنا في زائد انا هحطهم جنب بعض، العامل المشترك هنا الف. طيب تعالى بقى هنا بعد ما خدنا العامل المشترك، هنا خدنا الباء وهنا خدنا الباء، هيفضل لك ايه؟ هيفضل 5
خدنا هنا 5 وفاضل هنا السين، 5 زائد س. طب وخدت هنا العامل المشترك الألف، فاضل هنا كام؟ س زائد 5. تاني أنا خدت هنا العامل المشترك باء وهنا ألف، هنا فاضل 5 زائد س وهنا فاضل س زائد كام؟ 5. طيب هل س زائد 5 هي 5 زائد س؟ أيوه، لأن الاتنين موجب، لو بدلتهم مكان بعض مفيش أي مشكلة. فأنا ممكن أعمل تعديلة بسيطة، أقول هنا الباء هي زي ما هي، ونقول هنا بدل ما هي 5 زائد س، س زائد 5. وهنا الألف أهوت، ونقول هنا س زائد 5. هناخد بقى إيه مع بعضهم؟ هناخد الألف زائد باء مع بعض، وناخد س زائد 5 اتكررت. بص دول متكررة كده، ناخد واحدة بس، يبقى س زائد 5 بقت أصبحت ألف زائد باء في س زائد كام؟ 5. كده الصورة وضحت والخطوات وضحت. احنا بنمشي ايه؟ بنعمل ايه؟ بنقسم، ناخد عامل مشترك، وبعد كده نجمع كل حاجة مع بعضها. طيب بعد كده تعال نشوف المثال ده. بيقول س تربيع ناقص ص تربيع مع بعض، وهنا 5 س ناقص 5 ص مع بعض. لو جينا خدنا عامل مشترك، ايه اللي متشابهين هنا مع بعض؟ دي فيها س ماشي، ودي فيها س ماشي، فيهم السين مشتركة، وهنا في صاد وهنا في صاد برضو مشترك. تمام. طيب لو انا خدت الاتنين الاولانيين مع بعض، في حاجة مشتركة بينهم؟ مفيش. طب لو خدت الاتنين دول مع بعضهم، عندي الخمسة مشتركة. يعني بمعنى ايه؟ انا هاخد الاتنين الاولانيين مع بعضهم كده، هيبقى س تربيع ناقص ص تربيع، وهنا هيبقى 5 س ناقص 5 ص مع بعض. طيب ده هحلله فرق بين مربعين، س ناقص ص وس زائد ص. تمام خالص. وده هاخد الخمسة عامل مشترك، هيفضل لي س ناقص ص. طيب يا مستر ايه اللي متكرر بقى هنا؟ اول حاجة اللي اتكرر معايا س ناقص ص وس ناقص ص، يعني دي ممكن اخدها عامل مشترك، يبقى س ناقص ص كده دي لوحدها، واخد الباقي ده متكرر اهو، خدت منهم واحده بس. طب دي كان معاها ايه؟ اول واحده كان معاها س زائد ص، وتاني واحده كان معاها كام؟ كان معاها 5. يبقى س ناقص ص في س زائد ص زائد كام؟ زائد 5. هتبقى بالشكل ده كده. دول ممكن نضمهم على بعض، دول مع بعضهم كده. تمام؟ تمام خالص. تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي س تكعيب ناقص س تربيع ناقص 9 س زائد 9. أول حاجة لما يكون عندي أسس كبيرة زي كده، س تربيع وس تكعيب، وحبيت آخد الاتنين دول مع بعض، يعني الاتنين دول كده هاخدهم مع بعضهم، دول اللي هاخد لهم عامل مشترك. وهنا هناخد 9 س، السالب دي هتغير الموجب تخليها سالب 9. طب ليه خليتها سالب؟ لأن أنا لو فتحت قوس كده وحطيت هنا سالب، هتخش هنا السالب مضروب هنا هيبقى سالب 9، ولو ضربت سالب في موجب هتبقى سالب، فعشان كده انا خليت دي سالب، عشان سالب في سالب بموجب. طيب عندي س تكعيب وس تربيع، مين فيهم عامل مشترك؟ قال لك الصغيره عامل مشترك، يعني السين الصغيره فيهم عامل مشترك، يعني هناخد س تربيع. طب هيفضل ايه ما تاخد س تربيع؟ دول س اس 3، خد منهم 2 هيفضل س ناقص، دي خدناها كلها فاضل 1. طب وهنا هناخد ايه؟ بص هنا هناخد التسعة اهي 9 وهتفتح قوس. هنا لو قسمنا على 9 هيفضل السين بس ناقص 9 على 9 فيها الواحد. بصوا كويس كده، خدنا عامل مشترك هنا س تربيع، خد بالك ناقص هنا كان 9، الناقص دي بتاعت ايه؟ الناقص دي اللي كانت هنا. تمام. وبعد كده فاضل ايه من دولت؟ دي س ناقص 1 وس ناقص 1، هناخد واحده بس، س ناقص 1 واحده بس فيهم، يبقى المتكررين دول س ناقص 1 بناخد واحده منهم فقط. خد بالك كل ما هنحل في التقسيم هتبص تلاقي يوضح لك الفكره اكتر، وهتلاقي افكار تانية. طيب المثالين دولت من اكتر الامثله المتكرره في موضوع التحليل بالتقسيم ده. فالمثال ده بيقول ايه بقى؟ بيقول لي هنا
س صاد زائد 5 صاد زائد 7 س زائد 35. واضح كده ان الاتنين دول هيتاخدوا مع بعض اهو، س صاد زائد 5 صاد مع بعضهم، وهنا 7 س زائد 35 مع بعضهم. ايه اللي متكرر هنا يا جماعة؟ المتكرر هنا الصاد، المتكرر هنا الصاد اهي. طيب هيفضل ايه؟ هيفضل لي هنا س، وهنا فضل 5 س زائد 5. طيب وايه اللي متكرر هنا؟ 7. طيب لو قسمت هنا على السبعة فاضل ايه؟ فاضل س، و35 على السبعة فيها الكام؟ فيها الخمسة، يبقى س زائد 5. هاخد العامل المشترك مع بعضه، صاد زائد 7 مع بعضهم، س زائد 5 وس زائد 5 هاخد واحدة بس، س زائد 5. س زائد 5 وس زائد 5 هناخد واحدة بس منهم عامل مشترك. أصبح المقدار الأخير صاد زائد 7 في س زائد كام؟ 5. طيب بعد كده الفكرة دي أيضا مهمة خالص، بتقول إيه بقى؟ 5 لام ناقص 10 ميم ناقص ألف لام زائد 2 ألف ميم. إيه المقادير أو إيه قصد الحدود المتشابهة هنا؟ لو أنت بصيت كويس دي فيها لام ودي فيها لام، دي فيها ميم ودي فيها ميم، يبقى خلاص كده احنا اتفقنا هناخد دول مع بعض. 5 لام ناقص ألف لام مع بعض اهو، وهنا سالب 10 ميم سالب 2 ألف ميم. نرجع مرجوعنا تاني. ليه يا مستر دي كانت موجب خليتها سالب؟ لأن هقول لك السالب ما يخش هنا هيغير، السالب ده اهو لما يخش على القوس ده بيغير دي بيغير دي، يعني دي موجب هيخليها سالب ودي سالب هيخليها موجب. طيب ناخد عامل مشترك يلا، احنا قسمنا ناخد عامل مشترك. ايه هنا اللي هناخد عامل مشترك؟ اللام. هيفضل ايه بقى بعد ما خدت اللام؟ هيفضل 5 ناقص ألف، 5 ناقص ألف. طيب هنا هناخد ايه عامل مشترك؟ بص معايا في ميم اهي هناخدها، طب عندك هنا الاتنين ديت ممكن ناخدها برضه، فهناخد ايه على بعضه؟ 2 ميم، يبقى احنا هناخد هنا 2 ميم. طيب هيفضل ايه؟ هنقسم هنا على 10 فاضل 5 وخدت الميم بره، تمام كده، ناقص قسمنا على الاتنين وقسمنا على الميم فاضل ألف، يبقى 5 ناقص ألف. بص بقى وجمع لي كده، جمع لي كده، هيبقى عندك هنا لام ناقص 2 ميم، وهنا 5 ناقص ألف هناخد منهم واحدة بس، دي 5 ناقص ألف أهي و5 ناقص ألف أهي، هاخد واحدة بس منهم، يبقى المقدار الأخير هيبقى قدامك كده لام ناقص 2 في 5 ناقص ألف. يبقى بكده التحليل بالتقسيم أنا عرفت أنا بعمل إيه. أول حاجة بعملها تقسيم كل مقدارين مع بعض. تاني خطوة عامل مشترك. تالت خطوة تجميع كل ده مع بعضه، العامل المشترك مع بعضه، والحاجة المكررة بناخد منها حاجة واحدة بس. تعالى نكمل باقي أفكار التحليل بالتقسيم. هناخد بقى في الجزء الثاني دلوقتي من الحصة المسائل المشهورة في الامتحانات وفي كتاب المدرسة واللي بتتكرر كتير على موضوع التحليل بالتقسيم. يلا بينا نشوف الأفكار دي. بقى باقي الأفكار ونشوف إيه الأفكار الجديدة معانا في الكام مثال دول. أول مثال هنا بيقول ألف تكعيب زائد ألف تربيع زائد ألف زائد 1. إيه يا جماعة في المقدار اللي قدامك ده اللي ينفع يكونوا متشابهين واخدهم مع بعض؟ فأنا أقول لك هنا لما تلاقي في أسس كبيرة خد أكبر اتنين مع بعض. يعني إيه أكبر اتنين مع بعض؟ يعني هناخد ألف تكعيب وألف تربيع مع بعضهم، وألف زائد 1 دول اللي فاضلين مع بعض. ليه؟ دول هاخد لهم عامل مشترك. طيب لو عندي أسس كبيرة ألف تكعيب وألف تربيع، ألف أس 5 وألف أس 4 ألف أس 3 وألف أس 7، بناخد الصغير عامل مشترك. يبقى احنا هناخد هنا الصغير فيهم عامل مشترك هنا كده ألف تربيع. وتعالى نحسب مع بعض كده، أنا لما خدت دي ألف تكعيب خد منهم 2 يفضل ألف واحدة، ألف تكعيب خد منهم 2 يفضل 1 زائد ألف تربيع خدناها كلها بره عامل مشترك، أو قسمنا هنا على ألف تربيع فاضل ألف، قسمنا هنا على ألف تربيع ما فاضلش حاجة فاضل 1، ودي لسه زي ما هي. طيب بالراحة عليا كده يا مستر، وإزاي هناخد عامل مشترك هنا؟ بص معايا،
ايه اللي متكرر هنا؟ انا اللي متكرر هنا قدامي أ زائد 1، يعني شايف دي كده وديت اللي متكرر أ زائد 1، يبقى انا هاخد أ زائد 1 اهي، واحدة بس عامل مشترك. طيب كم معاها ايه هنا؟ الأ زائد 1 كم معاها أ تربيع، وهنا ما كانش معاها حاجة، لا هنحط 1 تاني. هنا دول مع بعض ودي مع بعض، خدنا هنا الأ تربيع، خدنا من دول واحدة كده عامل مشترك اللي هي أ زائد 1، دي كان معاها دي كده كان معاها أ تربيع، ودي ما كانش معاها حاجة فحطينا 1، بقى الناتج النهائي أ زائد 1 في أ تربيع زائد ايه؟ زائد 1. طيب تعال نشوف فكرة كمان. س تكعيب ناقص 3 س زائد 6 س ناقص 18، اللي باين قدامي ينفع عامل مشترك أول اتنين، اللي هي س تكعيب ناقص 3 س تربيع مع بعض و6 س ناقص 18 مع بعض. مين الصغيرة في دولت؟ الصغير في دولت س تربيع، ناخدها عامل مشترك. وهنا هيفضل ايه بعد ما اخد عامل مشترك؟ دي س تكعيب خد منها 2 فاضل س ناقص دي س تربيع خدها بره فاضل 3. طيب انا خدت هنا س تربيع كده عامل مشترك. طيب ما اقول لك 6 س ناقص 18 اخد ايه؟ لما لقيتش الرمز متكرر هنا وهنا بص على العدد، ناخد العدد. الستة ينفع ناخدها عامل مشترك؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ ناخد 6 هنا هيفضل لي ايه بعد ما اخد ال6 عامل مشترك؟ هنا لو قسمنا على ال6 هيفضل س، و18 على ال6 فيها ال3. طيب بص بقى بعينيك كده هتلاقي في حاجه مكرره. ايوه مستر س ناقص 3 مكرره، ايوه س ناقص 3 مكرره، وعندك هنا العامل المشترك كان س تربيع وهنا كان ال6، ناخدهم مع بعض وناخد اللي هو الحاجه المتكرره ده اهي، ناخد واحده بس منهم س ناقص 3، يبقى س تربيع زائد 6 وس ناقص ايه؟ 3. تعال نشوف بقى المثال اللي جاي سهل جدا بس عايز منك سن التركيز كده. بيقول أ م ناقص أ ن زائد م ناقص ن. خد بالك اتحل بطريقتين، المثال ده ممكن نحله بطريقتين. تعال نحله بالطريقه اللي انا هقول لك عليها ديت. ايه اللي متكرر هنا؟ الالف، يبقى هناخد دول مع بعض. يبقى انا هقول هنا أ م ناقص أ ن، دول مع بعض، ودول المفاضلين دول مع بعض م ناقص ن. حلو خالص. ايه اللي متكرر قدامك هنا؟ متكرر الالف، يبقى تاخد الف اهي. فاضل ايه بقى؟ افتح قوس، خدنا الالف هنا فاضل م ناقص خدنا الالف هنا فاضل ن، وهنا م ناقص ن. ايه اللي متكرر عندك كده؟ م ناقص ن، يعني مكرر هنا مكرر هنا، في واحده مكرر. طب اللي هي م ناقص ن كمان هاخدها عامل مشترك، يعني شايف الاتنين دول كده هاخد واحده بس، يبقى هناخد هنا م ناقص ن. طيب وهنا كان معاها ايه؟ كان معاها الف، هنا كده كان معاها الف، هاخد هنا باللون الاسود م ناقص ن عشان ما لخبطكش. باللون الاحمر بقى فاضل هنا الف، طب هنا مفيش حاجه يبقى 1، يبقى م ناقص ن في أ زائد 1. المثال ده ممكن واحد ياخد الحد اللي في النص اللي هو التاني، او ياخد الحد الاول مع الحد ده عامل مشترك يبقى الميم، وياخد ده وده والحد المشترك يبقى النون، ودي طريقه تانيه تقدر تحلها انت هتلاقي تطلع نفس الناتج. المثال الرابع بيقول 3 س تكعيب زائد 2 س تربيع زائد 12 س زائد 8. بص كويس كده هتلاقي اول اتنين هما اللي ينفع يتاخدوا عامل مشترك كده. 3 س تربيع تكعيب قصدي زائد 2 س تربيع مع بعض، وهنا 12 س زائد 8 مع بعض. طيب انا دلوقتي ايه اللي ينفع اخده عامل مشترك في الاتنين اللي في الاول دول كده؟ دي 3 ودي 2 ما ينفعش عامل مشترك، يبقى الاعداد كده هتفضل زي ما هي. س تكعيب وس تربيع ناخد مين؟ ناخد الصغيره اللي هي الس تربيع. طيب كويس كده التلاتة دي مش هتتحرك، س تكعيب على س تربيع يفضل س، الاتنين دي مش هتتحرك، س تربيع على س تربيع مفضلش حاجة. طب نيجي هنا 12 و8 ناخد مين عامل مشترك؟
هناخد اللي يبقى القسم عليهم هما الاتنين الأربعة، يعني هنا ينفع ناخد العامل المشترك الأربعة. طيب تعالى نقسم كده هنا على الأربعة وهنا على الأربعة، هيفضل لك هنا 3 س و8 على 4 فيها الاتنين. طيب هنا في س تربيع زائد 4 وهنا أخدت س تربيع مع الأربعة، وهنا 3 س زائد 2، يبقى هنا س تربيع زائد 4 وهنا 3 س زائد 2 مكررة هنا وهنا، هناخد واحدة منهم بس، يعني كده مكررة هناخد واحدة بس هي تبقى عامل ايه؟ عامل مشترك. طيب بعد كده أنا لما أجي أقسم المقدار الرباعي حدين وحدين، ممكن ألاقي في مثال زي ده ومثال زي ده كده مثلا مفيش حدين متشابهين، يبقى ايه بقى الحل في المشكلة ديت؟ يعني تيجي مثلا بص المقدار زي ده، ابص ادور مش لاقي اتنين شبه بعض، مفيش حدين من الاربعه مش عارف اقسمهم اتنين واتنين. فقال لك دي الحاله التانيه في الدرس بتاع النهارده بقى، لو ما لقيتش حدين متشابهين اتصرف ازاي؟ قال لك لو ما لقيتش حدين متشابهين هتعمل مقدار ثلاثي مربع كامل، تكون منهم كده من الاربعه دول مقدار ثلاثي مربع كامل اهوت، ويفضل لك حد في الاخر، حد لوحده كده. يبقى انت هتجمع كده من الاربعه حدود مقدار ثلاثي مربع كامل، ويفضل حد لوحده كده ناقص حد. طب تعالى نجمع هنا مقدار ثلاثي مربع كامل، في س تربيع هي عادي، هنحط في النص هنا 6 س ص، وهنا 9 ص تربيع. تاني انا خدت السين تربيع وخدت في النص 6 س ص وخدت في الاخر هنا 9. لو جيت حسبت الحد الاوسط هنا موجب او سالب جذر الاول في جذر الثالث هيديك الحد اللي في النص. طيب الحد هنا كده يا جماعه ده المقدار الثلاثي المربع الكامل، فاضل ايه ما خدناهوش؟ ال 25 هنا بالسالب اهي. طيب المقدار ده هعمل فيه ايه؟ اللي هو س تربيع زائد 6 س ص زائد 9 ص تربيع ناقص 25، مقدار ثلاثي مربع كامل هعمل فيه ايه؟ قال هنا ده اهو هناخد قوس واحد، طريقة تحليل المربع كام؟ قوس واحد تربيع، حلو خالص، وناخد الشرط اللي في النص، احنا بنحلل المقدار الثلاثي مربع كام زي الدرس اللي فات او قبل اللي فات. طيب جذر السين تربيع س، جذر التسعة 3 وجذر الصاد تربيع ص، يبقى س زائد 9 ايه؟ س زائد 9 ص. طيب ناقص ال 25 ديت اوعى تسيبها. طب يا مستر انت بعد ما عملت كده هتعمل ايه؟ قال انا ممكن بقى هنا ده قوس تربيع اجي على 25 ده اهي اعملها 5 تربيع هي كمان. طب ليه يا مستر عملت كده وفي سالب اهوت؟ قال انا حولت المقدار ده لفرق بين مربعين، فرق بين مربعين، حولت المقدار ده لفرق بين ايه؟ لفرق بين مربعين. طيب تعالى نشتغل كده ازاي نحلل الفرق بين المربعين. هتعمل قوسين، واحد اهو وواحد اهو، فرق بين المربعين بنعمل قوس موجب وقوس ايه؟ سالب. وتعالى بقى نشتغل س زائد 9 ص في س زائد 9 ص، والخمسة ده تربيع 5 في 5، يبقى أنا وصلت المقدار ده أهو أو القوس ده أهو س زائد 9 ص في س زائد 9 ص، ده تربيع أهو ناقص موجب وسالب، وال25 5 في إيه؟ 25 5 في 5. طيب هنا المثال ده برضو على نفس الموضوع، هتقسمه لمقدار ثلاثي مربع كامل أهو، هكتب لك الفكرة وأنت كمل عليها بقى. هنا هنقول مقدار ثلاثي مربع كامل ناقص حد، وبعد كده هنحلل المقدار الثلاثي المربع الكامل هيطلع لنا فرق بين مربعين، نحللهم هيطلع لنا الشكل اللي قدامك دوت
ديت الطريقة التانية للتحليل بالتقسيم. يبقى كده التحليل، عاوز الناس كلها يا جماعة تحل المثال ده وتقول لي في التعليقات وصلت الناتج بتاعه ولا لا، وتقول ايه الفكرة بتاعته والناتج طلع ايه. هنا يبقى احنا كده خلصنا درس التحليل بالتقسيم. حاجات مهمة لازم تعرفها عن التحليل بالتقسيم. أول حاجة المقدار ده فيه 4 حدود، ودي حاجة مميزة خالص في أنواع التحليل كلها، عشان هيجيلك في الامتحان سؤال مخصص للتحليل ده. واحدة مربع كامل، واحدة فرق مربعين، فرق مكعبين، تحليل بالتقسيم، تحليل بإكمال المربع. فأنت إزاي تعرف إن دي هتتحلل بالتقسيم؟ دي حاجة مميزة عن كل الأنواع اللي فاتت، إن في 4 حدود، دي رقم واحد. طب عرفنا إن ال4 حدود، بنعمل إيه يا مستر؟ بنعمل 3 خطوات. بنقسم كل 2 مع بعض، بعد كده باخد عامل مشترك، بعد كده بجمع الحاجات المتشابهة مع بعضها. طيب لو ال4 دولت ما لقيتش كل 2 متشابهين، يبقى دي الفكرة التانية اللي احنا شرحناها دي. هتعمل مقدار ثلاثي مربع كامل فرق حد لوحده، وبعد كده تبدأ تحلل مقدار مربع كامل، وبعد كده تبدأ تحلله فرق بين ايه؟ بين مربعين. يبقى الدرس ده هو فيه الفكرتين اللي انا قلت عليهم دولت، هم دول الفكرتين الأساسيين فيه. بكده يبقى خلصنا شرح الدرس التحليل بتقسيم. استنونا ان شاء الله مكمل معاكم شرح منهج تانية اعدادي كله، سواء جبر او هندسه. احنا ماشيين كويس في الجبر الحمد لله. هننزل الايام اللي جايه احتمال بكره او بعده حصه هندسه، بحيث نشتغل شويه في الهندسه عشان احنا متاخرين فيها. هتلاقي على القناه هنا ان شاء الله مراجعات جميله جدا على كل وحده، هتلاقي في حل تمرين كتاب معاصر، مش هتحتاج اي حاجه تانية، كله هتلاقيه موجود بفضل الله على القناه هنا. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. مع السلامة.